السلام عليكم. انتشر في الآونة الأخيرة منشور يتحدث عن أن البيض إذا ترك يغلي لفترة طويلة تجاوزت 12 دقيقة فإن هذا الأمر يؤدي إلى تكون مادة كبريتية خضراء على سطح الصفار، وهي مادة ضارة كما ذكر المنشور وتسبب الكثير من المشاكل الصحية. وباختصار شديد هذا الكلام فاضي وما إلى أي قيمة علمية. والصحيح هو أن بياض البيض يحتوي على مادة الكبريت بشكل طبيعي الذي يتفاعل إذا ارتفعت درجة الحرارة وترك البيض يغلي لفترات طويلة مع الحديد الموجود في الصفار، فيتكون هذا اللون الأخضر على سطح الصفار. ما تبغى هذا اللون يتكون، لا تخلي البيض يغلي لفترات طويلة، وإلا إذا تكون فهو طبيعي، والمادة هذه الكبريتية لا تسبب أي مشاكل صحية بالمرة. وبالمناسبة يمكن هذه المادة أيضا تتكون حتى لو ما خليت البيض يغلي لفترات طويلة إذا كان الماء المستخدم في الغلي به تركيز عالي من الحديد. أنا ما أدري وش أقول، ولكن هؤلاء الناس اللي ينشروا مثل هذه المنشورات هل يعتقدون بأن عقولنا صغيرة إلى هذا المستوى وبالتالي بالإمكان التلاعب بأفكارها؟ والله كيف ما أدري.